بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ خليني أوضح لك إحنا بنعمل إيه. ده تمرين عملي لإدارة النفس من خلال نظام قرآني واضح. إحنا بناخد أمر واحد من أوامر رب العالمين ونحوله لسلوك بسيط ونكرره يوم ورا يوم لحد ما يبقى عادة والقلب حاضر فيها، مش مجرد حركة. تمارين يومية وتنفيذ من غير ضغط. جرب وشوف بنفسك لما تطبق الأمر الإحساس بيبقى عامل إزاي، وارجع لمقدمة البرنامج في الحلقة الأولى علشان تفهم أكتر. النهاردة مش داخلين نتكلم عن حاجة كبيرة ولا تغيير ضخم ولا مجهود محتاج طاقة. النهاردة هنقف عند لحظة صغيرة جدا بس بتحصل كتير، انك تفسر تصرف حد وتفترض حاجة من غير ما تكون عارف الحقيقة. حاجة بنعملها كل يوم ومع ذلك قليل قوي اللي بياخد باله منها. الظن. خليني اسألك سؤال بسيط. بعت رسالة قبل كده وما جالكش رد، او دخلت مكان وحسيت بنظرة غريبة، او كلمت حد وصوته كان ناشف شوية، في ثواني من غير ما تاخد بالك يطلع تفسير: يمكن متضايق مني، يمكن بيتجاهلني، يمكن بيقلل مني. احنا بنفسر كتير بس قليل مننا بيلاحظ هو بيفسر ليه. وفي فرق كبير بين الاتنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. لو عدينا على الايه بسرعه ممكن نفهمها كده: ما تسقش الظن. لكن لو وقفنا ثانيه هنكتشف ان ربنا مش بيتكلم عن فكره، ربنا بيتكلم عن احساس جواك، وبيقول لك بوضوح ان بعض الظن اثم. يعني مش احساس وهيعدي، ده سلوك داخلي له تاثير سلبي على نفسك. احنا متعودين نقول دي مجرد فكره في دماغي، الايه بتقول لا، دي لحظه محسوبه. الفكرة لو سبتها تكمل هتتحول لشعور، والشعور يسوق تصرفاتك. علشان كده ربنا قال: اجتنبوا، يعني من الأول ما تدخلش في السكة دي. الظن مش بس إنك تفكر، الظن هو إنك تبني إحساس وتصرف على حاجة أنت مش متأكد منها. والخطورة مش في الشخص اللي ظنيت فيه، الخطورة في اللي بيحصل جواك. ليه التمرين ده بقى مهم؟ لأن الظن بيخليك تفكر أفكار سلبية بدون داعي، وبيغير مزاجك. ولما تدخل على الناس وانت شايل الظن جواك، كلامك هيتغير، او هتلاقي نفسك ساكت ومش عارف تتكلم، وهتلاقي نفسك بتتعامل عكس طبيعتك تماما. تمرين سهل بس محتاج وعي. اول ما تلاقي نفسك بتفسر تصرف حد تفسير سلبي، افتكر الآية على طول ورددها جواك، مش هتاخد منك ثانية: اجتنبوا كثيرا من الظن. وبعدها رد او اسكت، بس وانت واعي. مش مطلوب تغير الفكرة ولا تثبت انها غلط، بس ما تسيبهاش تسوقك. في اخر اليوم ارجع للفورم الخاص بالتمرين علشان تلاحظ التكرار بهدوء لحد ما العادة تثبت. استخدم نفس الفورم كل يوم وهتلاقي لينك التحميل في البايو. ولو بتتفرج من يوتيوب اللينك موجود في الوصف. وانت بتتابع التمرين على الفورم اسأل نفسك: هل في موقف حصل وخلاني اعمل افتراضات سلبية؟ هو انا افتكرت الآية ولا الظن سبقني وما خدتش بالي؟ مع الوقت تبدأ الافتراضات والظنون دي تختفي، وهتحس ان القرآن بقى نظام تشغيل شغال جواك، مخليك واعي دايما لتصرفاتك. آية واحدة في موقف واحد تريحك من ظنون كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.